جدا وده هدف قومي. اها القرض ده بفايده ميسره جدا 5%. بتبدا من اول راس لحديت الانتاج المكثف اللي هو الاستثمار الفعلي للناس المربيين او اللي داخلين في الاستثمار، مش على قد الفلاح بس. وده اللي هيوصلنا ان شاء الله لمرحله الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. تمام. في نفس الوقت المشروع البيتيلو ده الدوله سمحت كمان باستيراد للتربيه، استيراد للتربيه على اساس ان انا ما اجيبش الذبح الفوري. يعني لو هنستورد مش للاستهلاك الفوري او للذبح الفوري، هنقلل الاستيراد من الذبح الفوري. ايوه. والتربيه هتبقى هي الاساس. تمام. لان ده هيعود عليا بحاجتين. مشروع البيتيلو لما اكون هنا في داخل الدوله ده هيوفر لي استثمارات محليه، يبقى انا هوفر النقد الاجنبي، هيستهلك لي عماله ويقلل لي البطاله، هيعمل لي استثمارات مباشره مع صغار المربيين ومع كبار المستثمرين. وفي الحاله ديت انا وصلت لحاجات كتير، قللت فرصه انني اضيع ثروه قوميه من هو النقد الاجنبي. أيوة. شغلت عماله كتيره وقللت البطاله اللي موجوده، زودت من دخل المواطن بحيث انني خليته انشغل في استثمار فعلي واموال الدوله، مجرد اللي انا محتاجه منه بس فقط هو مكان يكون مناسب للتربيه. وفي نفس الوقت هياخد القروض بايه اسعار ميسره 5%. في الحاله ديت انا عملت انتعاشه، سواء توسع افقي او راسي بالنسبه للحيوانات. أيوة. العدد هيزيد وفي نفس الوقت الاوزان هتزيد، بدل ما انا بذبح العجل على 100 كيلو او 120 كيلو يكفيني مثلا حوالي من 350 ل 400 فرد. ايوه. لا انا هوصل بالوزن بتاعي لحديت 400 كيلو. فتخيلي حضرتك كده لما انا مثلا هتكلم على 1000 راس بس، ال 1000 راس دول كانوا يديني 100000 وزن، يوصل لي ل 400000 وزن. فانا كده هدخل 4 أضعاف احتياجاتي الفعليه، 4 أضعاف من احتياجاتي الفعليه. تمام. ده عن طريق مشروع البيتيلو. حلو. ما اكتفناش عند مشروع البيتيلو. لا، الاستثمار كمان بيتم في رؤوس الماشيه الحلاب. الاستثمار ليه؟ لان القروض اللي طالعه ميسره لكل مدخلات الثروه الحيوانيه. استثمار في التسمين اللي هو مشروع البيتيلو، استثمار في انتاج الالبان اللي هو المواشي الحلاب، وفي نفس الوقت ديت اللي هتدي لي الانتاج بعد كده اللي هيبقى برضه في استثمار مشروع البيتيلو اللي هو الانتاج بتاعي. في نفس الوقت الدولة خدت خطوة جريئة جدا أكتر للمواطنين كان عزفوا عن تربية المواشي عشان اللبن اللي كان سعره ضعيف. وبالتالي الدولة بدأت تضخ استثمارات كاملة، ويمكن معالي الوزير دلوقتي صرحت ونزلت وزارة الزراعة صرحت بالكلام ده إن بدأنا ينعمل مراكز تجميع ألبان نموذجية والقروض كمان ميسرة اللي هي ال 5% اللي بيجمعوا الالبان اللي هي المراكز الصغيره. أيوة. من اول 5 طن وحضرتك طالعه لفوق، وده هيبقى كلها تتحدث، هتبقى على النظام العالمي وداخله معانا وزاره الانتاج وزاره الانتاج الحربي مع وزاره الزراعه ان هم هيعملوا تحديث لكل مراكز انتاج الالبان. وبالتالي ديت هتدي فرصه للناس ان هي تبدا ترجع تاني لتربيه الماشيه. صحيح. وفي نفس الوقت حضرتك في النقطه ديت حاجه بسيطه جدا. الدولة ركزت جدا. لا، ما انا هستاذن حضرتك، انا يعني جهود الدولة انا عارفه انها خطوات كتيرة جدا، انا هرجع استكملها. وهرجع استكملها مع حضرتك عشان يعني ما نضيعش كتير من التفاصيل فيها. هروح بس الاستاذ محمد علاء. يا استاذ محمد، خلينا نروح لارض الواقع، نعرف بقى من زاوية منتجي اللحوم وضع الثروة الحيوانية ايه، وايه اهم المشكلات اللي بتواجهوها؟ احنا وضع الثروة الحيوانية هنا في مصر اساسا كل بلد ربنا حباها ببعض المقومات. يعني مثلا بلد فيها غاز، بلد فيها بترول، بلد فيها انهار. احنا بلدنا مقوماتها من الثروه الحيوانيه اعداد ضئيله بالمقارنه ببلاد اخرى، ودي حاجه طبيعيه احنا مالناش دخل فيها خالص. يعني مثلا بلد زي السودان سكانها حوالي 30 مليون نسمه، فيها حوالي 200 مليون راس ماشيه. بلد زي احنا 100 مليون نسمه. احنا اخر احصاء للجهاز المركزي للإحصاء سنة 2018 قال اللي احنا عندنا 16.3 مليون رأس ماشية متنوعين ما بين أبقار وجمال وأغنام وماعز. فلازم نحط نفسنا على أرض الواقع إن احنا كبلد مقوماتها في الإنتاج الحيواني لأعداد قليلة. ده مش دخل من الدولة ولا دخل مننا، دي الثروة الطبيعية بتاعتنا احنا. أيوة. فلازم وجود الدوله بتيجي بقى لتنميتها او زيادتها بقدر الامكان. طبعا الدوله لازم تاخد خطوات. دي كانت مشكله من المشاكل الثانيه. مشكله ثانيه برضو كانت مهمه جدا النهارده، عشان خاطر ذبح البتيلو اللي كان بيتم عجل 100 كيلو يطلع منه 60 كيلو لحمه، اصبح النهارده ممنوع تماما. النهارده البتيلو ممنوع دخوله السلخانات. يعني اللي يعلم البتيلو ده مش بيذبحه في السلخانه، ممنوع دخوله السلخانات.
فاصبح النهارده بتقول ما بيتباعش خالص، فاصبح النهارده العجل بيستنى لغايه 400 كيلو يطلع منه 240 كيلو لحم، يعني ضاعفنا زي ما الدكتور بركات قال القيمه 4 مرات. تمام. الحاجه الثالثه فعلا كان اسعار اللبن غير مجزيه وكان في عزوف عنه، بدا فكره مراكز تجميع اللبن. وانا بقول الحمد لله ان البرنامج ده كان له سبق قبل كده، لان احنا اتكلمنا في موضوع مراكز تجميع الالبان. بالظبط، حضرتك كنت منورنا قبل كده هنا في احلام وطن واتكلمنا عن الفكره دي والقينا عليها الضوء في حلقه من حلقاتنا، والنهارده بتتنفذ. الحمد لله. ليه؟ اولا ده اسلوب علمي للتعامل مع المشكلات على ارض الواقع. لما يكون عندي مركز تجميع لبن في القريه، هيجي الفلاح يحلب البقره بتاعته فيه، هياخد علف يناسب مواصفات البقره. لو بتنتج 8 كيلو لبن هياخد علف على قدهم، 10 كيلو علف على قدهم. هيبقى في تحصين للمواشي دهيت عن طريق المركز ده، تحصين منظم باوقات منظمه، فده هيساعد كتير جدا ان احنا نحصن كويس. هيبقى في متابعه، لو الالبان مثلا لو بقره داخله النهارده تحلب فيها مثلا بروسيلا او حاجه، هتتابع تتعرف، فهيبقى الناس تاخد لبن نظيف. بالاضافه لان هو كاستثمارات هيساعد الفلاح. كان عنده مشكله، الفلاح كان عازف على الالبان ليه؟ لانه كان بيخسر ليه؟ لانه بيضطر يبيع اللبن للفراز بتاع اللبن في القريه بياخده بنص سعر. النهارده احنا هنجمع اللبن منه وهنبيعه شركات الالبان الكبيره بسعر كبير. يعني بيزيد حوالي قرابه ال 30-40% زياده. فده هيعمل انتاج زايد للفلاح. هيبقى الفلاح متسجل ان عنده بقره ولدت، العجل بتاعها هيتسجل رقم قومي وهيتحصن تحصين مظبوط. فمراكز التجميع دي مراكز ممتازه جدا جدا جدا. احنا كان عندنا مشكله، قلنا ندره في عدد الرؤوس، كان عزوف الفلاحين، وكان من شق من افرع العزوف كان بسبب عدم وجود سيوله او تمويل. وتفضل الدكتور بركات اتكلم في موضوع كارد البنك المركزي 5% بدون اي مصاريف اداريه. شجعت الناس انها تخش في هذا المجال وانها ترجع تاني تشتغل فيه. بالاضافه لان كمان الدوله بتقوم بجهود حسيسه قوي في متابعه المشروعات دي بالذات. انت واخد قرض متميز ب 5%، لازم اتابعك على ارض الواقع. والحق يذكر كمان ان القروض دي تعتبر ميسره جدا جدا في الصرف، مقابل شرط واحد بس، انك على ارض الواقع يكون عندك مزرعه. كمان الدوله نشطت جدا في عمل تراخيص للمزارع، مما امكن معاه جمع معلومات ومعرفه اعداد الرؤوس وانواعها وصفاتها ومشاكلها والكلام ده كله. كانت مشكله عندنا برضو كانت سابقا كنا بنعاني من ضعف الامصال واللقاحات، وكان في ناس بتستورد امصال من بره، والسوق يعني مضطرب بحاجات كويسه. بقالنا حوالي 5-6 سنوات النهارده تقريبا الدوله بتعمل تحصينات ممتازه. اصبح النهارده انا باخد منها في مواعيدها، وقبل ما باخد هم مش بيستنوني، هم تلاقيهم جايين لانهم دلوقتي عندهم حصر، فبتلاقينا طبعا من دكتور بركات انت حصنت يوم كذا، وتبص يجي يقول لي على باب المزرعه بنفسه واقف ومعاه الحاجه بتاعته عايز يحصن. فدي جهود مشكوره من الدوله بتحمي الثروه الحيوانيه بتاعتنا. صحيح. كان عندنا برضو مشكله الاعلاف النهارده، ان دي 75% من تكلفه استثمارات الانتاج الحيواني متمثله في الاعلاف اللي بتاخدها. طبعا 75% من التكلفه في الاعلاف. وبتزيد من 75 ل 80%. فكانت متمثله في الاعلاف. فالنهارده الاعلاف دي اصبح النهارده عندنا اعلاف غير تقليديه زي السلاج. السلاج ده بيوفر لنا جزء كبير جدا من الذره. كان حاجه مشكله مهمه جدا كمان في التغذيه، ان احنا ما كانش عندنا التغذيه باسلوب علمي. التغذيه باسلوب علمي بتوفر وقت في النمو، بتوفر تكاليف في الانتاج طبعا. كذلك التغذيه على اسلوب علمي بترفع مناعه الحيوان، تقلل المشاكل اللي ممكن يتعرض لها. اصبح النهارده مراكز البحوث بتمدنا باحدث ما لديها من ابحاث في مجال التغذيه. بل بالعكس، انا ممكن كمواطن اروح مركز البحوث اقول لهم انا عندي خامات اعلاف 1 2 3 4 لو سمحتوا انا محتاج عليه تناسب المواشي بتاعتي، يقدموها لي وبالمقابل تمام. ده في خط ساخن كمان كده اهوت بيساعدوني باي حاجه. رائع جدا. كنا برضو بنتكلم، كان عندنا زمان برنامج اسمه برنامج سر الارض، كان مفيد جدا في الموضوع ده، وده الدور اللي بتقوم بيه مراكز البحوث حاليا، ونتمنى ان هو يكون دور مفعل اعلاميا زي ما كان سر الارض موجود قبل كده، يساعد كل الفلاحين، يقدم لهم نصايح، ننشر لهم الوعي بتاع الانتاج الحيواني عشان يقدروا يشتغلوا ويكسبوا منه. صحيح. طيب يعني احنا يمكن عرفنا من استاذ محمد كده الجانب اللي على ارض الواقع، اهم المشكلات اللي بيواجهها المنتجين. هرجع لحضرتك دكتور بركات ونستكمل بقى اهم الجهود اللي الدوله قامت بيها. حضرتك في مجال التنميه زي ما اتكلمنا في مشروع البيتيل ومشروع التامين. مشروع التامين اللي الدوله عاملاه برضو دلوقتي عندنا داخله فيه
وزاره الزراعه والهيئه العامه للخدمات البيطريه، عندنا تمام. صندوق التامين على الماشيه، وفي نفس الوقت عندنا شركات خارجيه برضو، شركات تامين بتامن على الماشيه، على اساس ان احنا المواطن بيبقى شغال وبيستثمر، وفي نفس الوقت بيبقى مطمن لا قدر الله لو حصل له اي حاجه ان بيلاقي التعويض اللازم ليه في نفس الوقت. اللي اكتر من ده بقى كمان الخطوه الجديده اللي الدوله عملتها، مشروع التحسين الوراثي. ايوه. مشروع التحسين الوراثي ده هدف قومي، الغرض منه ان احنا نرفع من مستوى انتاج السلالات المصريه. كويس. التحسين الوراثي بيتم عن طريق التلقيح الصناعي، التلقيح الاصطناعي ده بنجيب سواء اللي موجود عندنا في مصر الطلاي الاجنبيه ذات الانتاج العالي من الالبان او من اللحوم او مزدوجه الغرض، بشرط ان هي تكون متاقلمه مع الظروف المصريه. بنيجي نعمل تحسين وراثي بيها عن طريق التلقيح الصناعي، التلقيح الصناعي ده عشان ناخد منه نوصل للجيل الثاني والثالث. تمام. الجيل الاولاني لما بيطلع سواء ذكور بيخش على التسمين، سواء اناث بتتربى بتبقى مسجل لها بياناتها في حاجه اسمها بطاقه الحيوان، معروف الطرق الاب مين الام مين، على اساس ان انا اطلع للجيل الثاني والجيل الثالث اللي هو هيبقى 3/4 هجين. الثلاث ارباع هجين ده هو ده اللي هيحصل لي السلاله المصريه، عشان كده هنحافظ عليه جدا وما بينباعش، بيتسلم للدوله معمول حسابه ناس معينه هي اللي بتعمل تلقيح صناعي، مجرد ما بيتولد من هنا بيترقم بيتسجل بيتابع، سواء تحصينات سواء علاجات، لحد ما اوصل فعلا للثلاث ارباع هجين. التحسين الوراثي ده من اهم المشاريع اللي الدوله عاملاها. ده بدا من امتى؟ كنا بنعاني منه قبل كده، كان احد مشاكلنا ضعف التركيبه الوراثيه للمواشي بتاعتنا، وترتب عليه ضعف انتاجيه الالبان، ضعف انتاجيه اللحوم. طبعا. يعني مثلا بدل ما الحيوان يدي معدل نمو في اليوم كيلو 250 كيلو 300 كيلو بيدي اقل، بيدي كميه لحمه اقل وكميه البان بيدي كيلو وبنصرف عليه اكتر. النهارده وصلنا بالحاجات دي احنا ممكن الحيوان يدي 2 كيلو في اليوم. ايوه. فده كانت مشكله موجوده. بدا من امتى المشروع ده، فكره التحسين الوراثي؟ شغال من سنه 1997 وما قبلها، لكن التحسين الوراثي الفعلي احنا شغالين دلوقتي بقى لنا سنه واربع شهور. سنه واربع شهور بدات فكره التحسين الوراثي. هو نفس التلقيح الصناعي اللي شغال، ولكن احنا داخلين بفكر جديد. بتنفيذ مختلف. يعني تنفيذ بطريقه جديد دلوقتي، ان انا كنت بلقح والحالات كانت بتنباع في السوق، كان بيربي ما كنتش متتبعها. ايوه. الفكر دلوقتي لا، ده انا بلقح والانتاج انا عاوزه بالذات الاناث. الذكور هتخش على التسمين، لكن انا عاوز الاناث على اساس ان انا ما افقدش الثروه الجديده ديت، عشان اوصل للثلاث ارباع هجين بتاعي اللي انا عاوزه، اللي هو هيبقى ده مستقبل الثروه الحيوانيه في البلد. ايوه. الفكر ده بيتم كمان ازاي؟ انا مش مجرد ان انا بقول انا عاوز اعمل تحسين وراثي، لا، الوحدات البيطريه على مستوى الجمهوريه بدا ينعمل مراكز للتلقيح الصناعي، بدا يعمل نقاط تلقيح صناعي في الوحدات البيطريه. طبعا. هيواكبها طبعا دخول مكن لانتاج النيتروجين، هيتابعها تدريب للاطباء البيطريين، هيتابعها في نفس الوقت في تكلفه برضو يعني تكلفه عاليه جدا. والفكره لكن على المدى البعيد الفكره ان انا انشر الفكره دي واعممها على مستوى الجمهوريه، بحيث ان انا اوصل لاصغر مربي مش على قد الانتاج المكثف او المستثمر فقط لا غير. لان لان التربيه الثروه الحيوانيه عندنا مش كلها في ايد مستثمرين، لا، معظمها في ايد مربيين وفلاحين، 80% في ايد المربي الصغير. وبالتالي انا عاوز اوصل فعلا بالفكر ده ان انا اوصل للتحسين الوراثي داخل البيت الفلاحي، بحيث ان انا في الاخر يكون عنده عائد يوازي المدخلات بتاعته او يفوق عشان يديله استثمار او يديله هامش ربح اللي موجود. ده انعمل في التحسين الوراثي وشغال بخطوات جريئه جدا جدا. يعني احنا النهارده بنتكلم مكنه النيتروجين لوحدها بس فقط ممكن توصل ل 12 و13 مليون جنيه. ياه. المكنه بس عشان تنتج لي النيتروجين عشان يحافظ لي على السائل المنوي. ما بال حضرتك بقى نحتاج ده بقى بكم قد ايه على مستوى الجمهوريه؟ كتير جدا، كتير، ارقام خياليه. هي الفكره عايزه حكومه سياديه تقوم بكده، وده اللي بيحصل فعلا دلوقتي. افراد صعب، لازم حكومه سياديه، واحنا بنشكر الحكومه طبعا، دي فعلا فكره لازم مقومات جامده جدا لها، وما كانش يقدر يعملها الا الحكومه، ولا عمر قطاع خاص يقدر يعملها ابدا. مش ممكن يعني، فكتر خيرهم بمصاريف جامده جدا بصراحه. طبعا لازم الدوله. الفكر ده داخل بجرأه كبيره جدا على تنميه الثروه الحيوانيه. بيقابل التنميه دي عند الحفاظ على الثروه نفسها. انا مش هنمي، مش هعمل تحسين وراثي، مش هعمل تامين، مش هعمل مشروع بيتلو، مش هدي قروض ب 5% واسيب الحيوانات في نفس اليمه الثانيه بالمعوقات بتاعتها، سواء مشاكل وبائيه سواء تربيه سواء الحاجات دي. بالظبط. هنا بقى نستفيد من خبره حضرتك في الجزئيه دي. بس انا عايزه اسال الاستاذ محمد عراقي، كل الجهود اللي الدوله قامت بيها دي انتوا على ارض الواقع كمنتجين للحوم لمستوها لاي مدى
فرقت معاكم لاي مدى؟ فرقت جامد جدا. يعني مثلا لما نيجي نتكلم النهارده مثلا على النقطه اللي اتكلم فيها الدكتور بركات بتاعه استيراد المواشي التربيه من الخارج من بره مصر. احنا زي ما بقول لحضرتك احنا فقراء في رؤوس الانتاج الحيواني بتاعتنا. تمام. فكان قبل كده بيجي من زمان ذبح فوري يتذبح على طول، كانت لحمه مواصفاتها غير جيده. فبدا يسمح التربيه، يعني مواشي اوزان 200 250 كيلو تيجي بتتربى عندنا بتاكل علفنا، ما دام كلت علفنا اصبحت المذاق بتاعنا بالظبط. مواشي معدلات نموها عاليه جدا، مناعتها عاليه جدا، متحصنه، بتخش الدوله عملت لها حجر 40 يوم قبل ما تطلع من الحاجه يكون خدت جميع التحصينات المطلوبه. فاكنه بيديني حيوان على طبق من فضه يقول لي اشتغل. معدل ومناعه وصفات وراثيه كويسه. فالنهارده احنا لو كنا ما كانتش المواشي دي موجوده كانت المزارع هتشتغل على ايه؟ الخامه نفسها الاساسيه بتاعتي ان انا بربيها مش موجوده. كنت هربي ايه؟ مش كنت هلاقيها. وكان هيترتب عليه ان اسعار الفئه دي من المواشي كانت هتبقى غاليه جدا 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 جدا. ايوه. ده في الشق ده. في شق الإلاس الحلاب برضو لو ما كناش عملنا كده اهوت في الحلاب كنا هنجيب البان منين وكنا هنوصل لنسبه البان اللي احنا شغالين بيها دلوقتي قد ايه؟ الحاجه اللي غير كده برضو من ضمن قيود الدوله وهي حاجه بسيطه قوي صغيره جدا بس فرقت معانا كمربين وكمزارعين مهمه قوي. كنا زمان لما نحب نحصن دكتور بركات تحصين حمى قلعيه مثلا نلاقي ازازه التحصين حوالي 100 جرعه مثلا او 150 جرعه. دي كانت مشكله. انا كمربي ممكن اخدها احصن مواشي بتاعتي. انما الفلاح الصغير هو محتاج جرعتين 2 بس. طب هيشتريها ازاي على بعضها؟ ايوه. وكان التحصين زمان لو دخل فيه هواء يعتبر باص. بدات الدوله تعمل خطوات جميله جدا انها بدات تعمل عبوات صغيره على قد مش عارف 20 جرعه 15 جرعه 10 جرعات. يعني تفصيله بسيطه لكنها بتفرق بل غير كده كمان. بدا النهارده وانت بتاخد التحصين بشتري التحصين من الوحده بطريقه او بيديهولي او بيجيبهولي يعني بيديني معاه الابر اللي بحقن بيها كمان. كان عندنا برضه تفصيله هايفه صغيره جدا ان انت لما بنفس الابره تحقن بيها المواشي كلها لو عجل محتمل ممكن عجل يكون فيه مرض بس في مرحله ان هو لسه المرض داخل عليه مش باين مش مفيش اعراض في الحضانه فلو حقنته بسن وحقنت عجل تاني هينتقل المرض له. بل الدوله لو انا باخد منها التحصين بتديهولي الابر معاه كمان. أيوة. حاجات بسيطه جدا بس طبعا في الاخر عملت لي انا وقايه عاليه. طبعا بدا كمان الدوله عملت حاجه مهمه جدا. مثلا جت في فتره كان عندنا مشكله وعجز في الذره في السلاج، راحت الدوله فرض رسوم على تصدير السلاج فخلت السلاج يبقى لنا وفر سعره. الدريس الحجازي نفس الحكايه. كان عندنا مشكله في الدريس الحجازي انه بيتصدر بره بالدولار وهنا مش عارفين احنا نطوله عندنا هنا في مصر. طبعا دي كلها مدخلات اغذيه عندنا. اذا احنا نقدر نقول هنا ان الدوله الحقيقه بتقوم بالخطوات وهي عارفه تماما يعني كل المشكلات اللي بيواجهها بالفعل أكيد. المنتجين وبيكون في رد فعل على طول. اكيد اكيد. ومراكز التجميع دي فعلا هي حلم الوطن بتاعنا كله. انا بعتبره ما هو مشروع القومي رقم 1 في مصر الانتاج الحيواني دلوقتي. هي دي هتبقى الحلم اللي هيبنى عليه مستقبل الثروه الحيوانيه في مصر كلها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ارجع للدكتور بركات نتكلم بقى عن جزئيه التحصينات وحمايه الثروه الحيوانيه من الامراض والاوبئه. ده الهدف الاساسي من انشاء الهيئه العامه للخدمات البيطريه، الشغل الاساسي اللي احنا بنقوم بيه. تمام. التنميه والحاجات دي كلها ممكن بيتشارك معانا الانتاج الحيواني في الزراعه، لكن الشق الاساسي اللي هنتكلم فيه ده هو دورنا الاساسي كطب بيطري اللي هي حمايه الثروه الحيوانيه بجانب الحفاظ على الصحه العامه للمواطنين. الدوله زي ما قال الاستاذ محمد احنا كنا ماشيين بنحصن باستمرار حسب الظروف اللي موجوده عندنا حسب الاحتياجات وكده، ولكن بدات بفكر جديد. الكلام ده بقاله اكتر من 3 سنين، نظام الحملات المجمعه. الحمله التحصين دلوقتي بيتحدد لها ميعاد. احنا عندنا 3 حملات في السنه للحمى الكلعيه مع الواد المتصدع، حملتين في السنه لالتهاب الجلد العقدي، انفلونزا الطيور حملات مستمره. ولكن لما نيجي نتكلم على حمى الواد المتصدع او الحمى الكلعيه بتتنفس 3 مرات في السنه. تمام. انا هستاذن سعادتك في حته ودي حته جميله من الدوله قوي. احنا ما عندناش واد متصدع في مصر بس هم السودان فيها فخايفين. فمجرد ان هو عارف ان السودان فيها حاجه زي كده خايف وبيحصن عندي هنا هو يعني بيعمل على نفسه عبء تكلفه عشان يحميني. ما ده اللي انا قلته ان الدوله لابسه كويس قوي كل المشكلات الصغير منها والكبير وعلى طول بتاخد. احنا قلنا من الاول يا فندم ان اداره الثروه الحيوانيه دلوقتي او الحفاظ عليها شغال باسلوب علمي تماما. من اول المكان اللي بيتحط فيه الحيوان، ان حديت الظروف اللي حوالين منه، ان حديت اعداده، ان حديت ظروف المواطن والمستثمر، ان حديت بقى نوصل لحمايه الحيوان نفسه من الامراض الوبائيه او من العلاجات اللي موجوده. تمام.
التحصين لما بيتم في نظام حملات بيديني تتر مناعي عالي في جماعي. الفكر ان انا اخلي كل الحيوانات في وقت واحد عندها تتر مناعي عالي، غير ان انا احصن ده النهارده ده بكره ده بعده على ما يعلى التتر ده التاني يكون سقط يكون سقط. حتى الحيوان المحصن اللي عدى عليه فتره ممكن يعدي لي الحيوان المحصن قريب. وبالتالي لما يبقى عندي تتر مناعي عالي لكل الحيوانات في وقت واحد ده حائط صد لوحده ان هو يحمي لي الحيوانات من الامراض الوبائيه. وده الفكر اللي شغال دلوقتي. من 3 سنين فاتوا 3 حملات بتتم في السنه في اقل مده على قد ما نقدر. يعني الحمله مثلا اللي احنا شغالين فيها دلوقتي بدات يوم 19/7 انتهت يوم الخميس اللي فات ده لكل الحيوانات على مستوى الجمهوريه. الوقت اللي احنا بنحصن فيه كان ظروف كويسه جدا. ليه؟ لان عملنا تاني حصر فعلي. مثلا هدي مثال الشرقيه على سبيل المثال. كان في اختلافات في اعداد الثروه الحيوانيه في الشرقيه، خدنا الظروف ديت ان احنا عندنا ترصد وبائي اللي عندنا فرق تدخل سريع وحاجه بنسميها الابيديميولوجي ترصد وبائي. بنمسح المحافظه كلها بالكامل وده بيتم على مستوى الجمهوريه كلها. بنخش في كل قريه ناخد منها 25 بيت بنقسمها 4 اجزاء او 5 اجزاء، كل جزء بناخد منه 5 بيوت، بنشوف حاله الحيوانات اللي موجوده فيها ايه. فبالتالي بنعمل استكشاف مبكر لاي مرض يحصل، وده اسمه الترصد الوبائي اللي بيبقى سابق عمليه التحصين وبيتم كمان اثناء عمليه التحصين. في نفس الوقت التحصينات اللي بتتم بنخش بيها كل بيت. الفكره اللي غير زي ما الاستاذ محمد، لا ده الاستاذ محمد ده هو ما عادش قاصر على السن بس. ده حضرتك دلوقتي احنا ما بنجمعش الحيوانات في مكان واحد، لان احنا في ظروف البلد لازم ناخد اجراءاتنا الاحترازيه من فيروس كورونا كمان. فاحنا حركتنا دلوقتي عبء كبير على الاطباء البيطريين، ولكن احنا قادرين عليه وده مسؤوليتنا، واحنا بنقول احنا ترس في مكنه الوطن لازم نتحملها. ما بننقلش حيوان من مكان لمكان زي ما كان بيتم الفكر. يعني كان الطبيعي فيما سبق ان الحيوانات هي اللي بيتم تجميعها في مكان. لجنه تحصين الحيوانات تجمع، لا ما عادش الكلام ده موجود. الاطباء هم اللي بيتوجهوا للاماكن بيت بيت. بننزل على عشان ما يكونش في عن طريق الحصر اللي هم عاملينه. خدنا الفترة دي عندنا ترصد، فالموظفين بتوعنا والدكاترة موجودين في الشارع. عندنا حصر ثروة حيوانية، الموظفين بتوعنا موجودين في الشارع والدكاترة. عندنا حصر وداجنة برضه نفس النظام موجودين في الشارع. عندنا لجان التحصين الموظفين موجودين في الشارع. دخلنا كل بيت فعليا ان احنا نعرف سرنا ايه. سيبنا بقى من الكلام اللي قبل كده ان كان بيتم على الورق او بيتم فعليا حسب. لا ده النهارده احنا بنتكلم على ارض الواقع. وبالتالي التحصين على النهارده بيتم من بيت لبيت. اقدر اوصل لحتى الفلاح موجود في عزبه او موجود في نجع. ده بيديني تتر مناعه عالي. ده نتيجته ظهرت عندنا وكله بيتحدث عليه واحنا بنتباهى بيه. ان لم يثبت خلال العام الماضي او العام الحالي وجود عينه ايجابيه واحده لحمى كلعيه او انفلونزا طيور في الدوله بالكامل. رائع. في الدوله بالكامل. لم يثبت. بتكلم على الشرقيه. لم يثبت ايجابيه عينه واحده سواء انفلونزا طيور او حمى كلعيه. واحنا بنتكلم على ما ده لما بدانا نمشي في جزئيه التحصين بشكل علمي باسلوب علمي بدانا نلمس نتائج بقى وبمجهود على ارض الواقع. بمجهود على ارض الواقع. ده في كمان نقطه صغيره قوي كمان. الدكتور بركات قال انهم كانوا عاملين حمله للحمى الكلعيه انتهت يوم الخميس. حتى توقيت الحمله نفسه يعني انا موفقين فيه، لان فعلا احنا داخلين على فتره الشتاء اللي فيها بتبقى درجه الحراره منخفضه، وهو ده موسم نمو الحمى الكلعيه. الحمى الكلعيه بتزدهر جدا في الرطوبه ودرجه الحراره منخفضه جدا جدا جدا. تمام. فكل ان هم يسبقوا قبل موسم الشتاء ده حاجه كويسه عشان نقدر يكون عندها جهاز مناعي نشط ويقدر ان هو يصد. فالتوقيت ما شاء الله للحوم محتاج. احنا يمكن قلنا كل قامت بيها، واعتقد ان ممكن يكون في خطوات وتفاصيل ثانيه. بدل ما 80 فلما نزرعها عندنا بكثافه اكبر يبقى احنا كده هنوفر نقد للدور. يعني احنا في الهواء مش عارفين السعر الذره يبقى ايه. أيوة. والذره النهارده بتخش من 50 ل 60% من مكونات علف الانتاج الحيواني، وقد تصل ل 70% في الدواجن
واللحوم الحمراء حوالي 50 60%. يعني هي نسبه كبيره من الاعلاف ذره، وفي نفس الوقت زي ما اتفقنا ان اصلا نسبه الاعلاف في التكلفه يعني او يعني 75% بتمثل دكتور بركات تفضل وقال اللي احنا عايزين نستهدف الجيل الثاني والثالث، بس ده مش بيجي في سنه واثنين وثلاثه، ده بياخد وقت. فاحنا عايزين نكون شغالين اسرع من كده. هو عايزين بقى اهم حاجه زي ما كنا بدانا الحلقه قلنا الثقافه للمربي الصغير. المربي الصغير زي ما كنا بنقول برنامج سر الارض قبل كده اهوت. المربي الصغير انا عايز اوصل له بالتلفزيون في كل حته، ان انا اوعيه جزئيه التوعيه لصغار المربين لازم. طيب انا عشان وقتنا انتهى للاسف، كلمه اخيره لو حضرتك تحب في ثواني. في ثواني يا فندم. الاستاذ محمد كان ذكر موضوع اللقاحات المستورده واللقاحات المحليه. ايوه. انا احب اقول ان النتيجه اللي ظهرت على ارض الواقع من الصد للحمى الكلاعيه والوادي المتصدع وانفلونزا الطيور دي تمت بلقاحات مصريه فعلا، كلها مصريه، كلها مصريه. ما عادش في مستورد. الهيئه العامه للخدمات البيطريه ما بتستعملش غير الانتاج المحلي في اللقاحات. بيتم معايرته بعد ما داخل المصنع، بيتم معايرته في التخزين في مخازن الهيئه، حلو، وبيرجع يتم معايرته تاني مجرد ما بيتوزع على المديريات، وبيرجع يتم معايرته تاني من الوحدات البيطريه قبل ما تبدا الحمله، وبيرجع ناخد نشوف التتر المناعي بعد التحصين. يعني احنا بنتابع اللقاح نفسه لحد ما يخش جسم الحيوان 4 مرات بعد ما بيطلع من المصنع. جهود رائعه جدا. يعني لما بنتكلم كمان عن التفاصيل وبنوضح للمواطنين، معيش بجيبه وجيب المحل. صحيح، لما بنوضح للمواطنين كل التفاصيل اللي الدوله بتقوم بيها الحقيقه بنحس ان فعلا في شغل كبير بيتم. بشكركم جدا. كان معايا الدكتور بركات محمد وكيل وزاره الطب البيطري بالشرقيه. نورتني يا دكتور بركات، شكرا لحضرتك. وكان معايا الاستاذ محمد عراقي عضو جمعيه منتجي اللحوم. شكرا لك يا فندم. شكرا لك، شكرا لك، نورتوني. شكرا لكل مشاهدينا اللي تابعونا. الاسبوع القادم حلقه جديده من احلام وطن. شكرا لكم.